فيلا نفتحه ونشوفه من جوه. هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناه تجارب شوشتة. النهارده تجربه منتجات مصريه جديده. النهارده هنجرب سناكات مصريه جديده من شركه بريك، جداد جدا مختلفين جدا، هنجربهم مع بعض. بس قبل ما ابدا الفيديو متنسوش تشجعوني بلايك للفيديو عشان يوصل لناس اكتر، وكمان تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وشيروا الفيديو لاصحابكم. يلا نبدا الفيديو على طول. هنجرب النهارده سناكات مصريه جديده من شركه بريك. النهارده في يوناني وسكويزي وهندي. يلا هنجربهم مع بعض، ونبدأ بأول طعم وهو اليوناني. مكتوب عليه يوناني بالزيتون والزعتر. الكيس ده ب5 جنيه أو 6 جنيه. فيلا نفتحه ونشوف الطعم ونقيمه. طبعا كلنا بنحب السناكات، وبنحب ناكل سناكات واحنا بنتفرج على الموفي نايت، او احنا مسافرين في الطريق بناكل سناكات على طول. طبعا السناكات دي حاجه مهمه جدا، فاحنا طبعا لازم نشوف ايه الجديد ونجيبه ونجربه مع بعض. يلا نجرب اول حاجه بطعم اليوناني. زي ما انتم شايفين الكيس يعني الى حد ما مليان مش فاضي. تعالوا نشوف شكله. شكله هو كده مموج. يلا ندوق طعمه بقى ونشوف طعمه حلو ولا لا. بصراحه طعمه حلو جدا. نكهتهم فين جبنه دومتي اللي هي بالزيتون. انا اول ما اكلت افتكرت على طول جبنه دومتي بالزيتون. الملح بتاعه مظبوط، طعم الزيتون باين جدا جدا. القرمشه حلوه جدا، القرمشه عاليه قوي، وهو يعني مش فرافي قوي، يعني اللي هو مش بيقرمش، مش بيدوب في البق بسهوله. لا هو بيقعد شويه بتاكلي فيه، يعني بتقرمشي فيه كده. بصراحه عجبني، قيمه 9 من 10. تعالوا نشوف الطعم اللي بعده. تعالوا ندخل على الطعم الهندي. بريك هندي بالفراخ الكاري. واو، انا بموت في الاكل الهندي وبموت في النكهات الهندي. فيلا نشوف كده هيبقى طعمه حلو وطعمه هندي فعلا ولا لا. واو، برضو الكيس مليان. ريحه التوابل طالعه من الكيس، وزي ما انتم شايفين كده برضو هو مش مموج زي التاني، بس هو منفوخ شويه. يلا هندوق الطعم الهندي من بريك. واو واو بجد، طعمه تحفة تحفة تحفة، مليون من 10. فظيع فظيع. ايه ده؟ طعم التوابل فيه قوية جدا، طعم نكهة الفراخ الكاري قوية جدا. طعمه خطير يا جماعة، خطير. ده هياخد مليون من 10، مش هينفع ياخد 10 من 10، ده هياخد مليون من 10. حلو جدا جدا جدا. يعني شكرا شركة بريك، فظيع. اللي عاوز حاجة حادقة كده ومقرمشة وتوابل بقى، ده ممكن يتاكل جنب الاكل، هيبقى خطير جدا. يعني ممكن يتعمل بيه منه الوصفات اللي هي زي الوصفات اللي بندخل فيها الشيتوس والحاجات دي. طعمه هيبقى قوي جدا، طعمه لذيذ لذيذ بالفراخ الكاري. هندي مليون من 10 بجد. ده بقى اللي ابهرني، اللي هو بالفراخ الكاري. ندخل على ثالث نكهه معانا وهو سكويزي، طعم الليمون والشبت من شركه بريك. فيلا نفتحه ونشوف. انا عجباني جدا الوان الاكياس، بصوا الالوان تحفه بصراحه. فيلا نفتحه ونشوفه من جوه. في ريحه كده غريبه طالعه منه، مش عارفه اوصفها، بس ممكن ريحه الليمون. هنشوف. يلا نشوف شكله. برضو يعني هو مموج على منتفخ. فيلا ندوق طعم الليمون والشبت من بريك. بصوا بجد الشركه دي ممتازه. الطعم اللي مكتوب هو اللي هتلاقيه بالظبط. فعلا طعم الليمون باين، طعم الشبت باين، يعني بالظبط بالظبط. النكهه زي ما هي مكتوبه موجوده. النكهه قويه جدا، في مزازه بسيطه كده. القرمشه حلوه، حلو جدا. الطعم بالنسبه لي انا مش واو، عجبني عشان الطعم اللي مكتوب اللي هو الليمون والشبت هو فعلا اللي موجود جوه في الكيس. فدي احلى حاجه ان هم فعلا ملتزمين بالطعم، عشان ساعات بنجيب سناكات بيبقى الطعم مكتوب مثلا شطه او مكتوب ليمون، وما بتاكليه ما بتلاقيش فعلا طعم اي حاجه. دي حاجه كويسه ان هم ملتزمين جدا باللي هم كاتبينه. الطعم اللي مكتوب هتلاقيه بالظبط. فده طعم الليمون والشبت باين فيه جدا، وده هديله كمان 9 من 10. اكتر واحد عجبني اللي هو الهندي اللي بالفراخ الكاري. استنوا لسه ما خلصناش، في رابع واحد معانا، طماطم والريحان برضو من شركه بريك. تعالوا نفتحه ونشوف. ده شكله مختلف عنهم شويه. فيلا نشوف كده بطعم الطماطم، نشوف كده طعم الطماطم باين ولا لا. طعمه حلو، طعمه حلو، طعم الطماطم بس طعمه مسكر، طعمه لذيذ قوي قوي قوي. عجبني برضو، هديله 9 من 10.
صراحة شركة بريك دي يا جماعة ممتاز، طعم قوي قوي قوي، ملتزمين بالطعم اللي كاتبينه بالظبط. اكتر واحد عجبني اللي هو الهندي الجديد اللي نازل بطعم الفراخ الكاري، واللي بطعم الطماطم حلو، واللي بطعم الليمون والشبت حلو، والزعتر حلو جدا. صراحة الفيديو النهاردة موفق جدا، الحاجة عجبتني جدا والحاجة حلوة جدا. اي حد عايش بره مصر وشاف الفيديو ده لازم لما تنزلوا مصر تجربوا السناكات بتاعت شركة بريك. طبعا ده منتج مصري، مش عارفة بصراحة بيتصدر ولا لا، بس هو منتج يستاهل التصدير بجد يعني. بس كده انا خلصت الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم وتسليتوا معايا. متنسوش بقى يا جماعة تشجعوني باللايك والاشتراك وشيروا الفيديو لاصحابكم، واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.